صحيت من النوم فجأة واحدة لقيت في قمة أهلي وزمالك تانية. هو إيه ده؟ إيه الصحيان من النوم؟ إيه الدوري العبثي ده؟ والله هقول لك زي ما بقول لك كده. ليه بقى؟ لأن فجأة واحدة قال لك إحنا عملنا قرعة، رغم إن إحنا أو الناس لما سألوهم هتعملوا قرعة للدوري المصري في الدور الثاني قالوا لا 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 لا، مش هنعمل قرعة ولا حاجة. طب هم هتمشوها إزاي؟ مش عارفين هنمشيها ازاي. بس فجأة واحدة كده تصحى من النوم تلاقي في قمة اهلي وزمالك، وتلاقي في المباراة اتعملت، يقول لك اصل القرعة الذكاء الاصطناعي عملها واختار الزمالك والاهلي الاول. انا مش هاممني مين يلعب مين، ولكن انتوا ماشيين ازاي، او ايه السيستم اللي انتوا ماشيين بيه، ومين اللي حط المباريات، ومين اللي عمل، ومين ومين ومين. فجأة واحدة كده السيستم راح عامل كده. طب ما انتوا قلتوا مفيش سيستم من الاول ومفيش قرعة، فجأة واحدة بقى فيه قرعة وبقى فيه وبقى فيه وبقى فيه. على العموم لقاء الزمالك والاهلي في الدوري العبثي اللي احنا فيه يوم الثلاث الجاي. الزمالك والاهلي يوم الثلاث الجاي الساعه 9:30، رغم ان المباريات كلها بتتلعب 9. لا احنا هنلعب ده 9:30. طب ليه؟ هو كده اصل الذكاء الاصطناعي اختار كده. الذكاء الاصطناعي اختار 9:30 هيبقى 9:30، واخترتوا الثلاث. طب ما كنتوا خليها الاثنين عشان ماتوش الدوري الابطال. لا لا، احنا بنحب ان اصل هنتفرج على ده وهنسيب التانيين. حتى في المواعيد ولا بتعرفوا تظبطوا مواعيد، ولا بتعرفوا تظبطوا مباريات، ولا عارفين تعملوا جدول دوري، ولا عارفين تعملوا مسابقه عدله، ولا عارفين تجيبوا حكام عدلين، ولا اي حاجه. دوري مهلبيه.